بقول لك مش واخد بالك من حاجة، مش واخد بالك ان العالمين شبه بعض. طب يعني قبل ما نجاوب على سؤال هم ليه شبه بعض او ايه اللي وصلهم ان هم يبقوا شبه بعض، ما تيجي الاول نجيب تاريخ العالمين ونشوف هو العالمين دولت جايين منين اصلا. تعال الأول نبدأ بالعالم اللي على اليمين، عالم المفروض عالم السلام. السنة اللي اتعمل فيها تقريبا 1961 في إيطاليا. المنشأ كان منظمات السلام الإيطالية. الاسم كان اسمه بيس أو يعني السلام، فاهم؟ التصميم الأصلي ألوان قوس قزح بعدد 7 شرائط مكتوب عليه كلمة بيس بالأبيض في المنتصف. ألوانه غالبا بتبدأ بالبنفسجي من الأعلى وتنتهي بالأحمر. اتصمم عشان يكون بسيط وسهل النسخ والرفع في المظاهرات، فاهم؟ يعني عشان يبقى شكله كده ايه اللي هو أي حد ممكن يعمله، فاهم؟ قوس قزح يعني يلا نعمله، فاهم؟ يعني مش صعب، مش صعب إنها نعمله بتاعه كده. يعني ظهر بشكل واسع في حملات مناهضة الأسلحة النووية بقى، فاهم؟ واللي هو الاحتجاجات اللي هي كانت بتقول ايه ضد الحروب في أوروبا والكلام دوت. طبعا احنا عارفين إن الكلام ده يعني آخره ايه، بس يعني بلاش نخوض في حاجات تقفل لنا الفيديو يعني بلاش. بعدها بقى يستخدم في أوروبا كلها كرمز عالمي للسلام، لكنه مش منتشر قوي في امريكا والشرق الاوسط. في بعض الدول بقى بيستخدموه كرمز الحركات البيئيه، فاهم؟ اللي هو ايه الحريه مش عارف للشجر، فاهم؟ والكلام ده يعني. طب العالم التاني بقى واللي هو مش هنتكلم عنهم حرفيا باي نقطه يا جماعه عشان ايه يعني الفيديو يبقى ماشي زي ما هو، بس انت اكيد فاهم وانا فاهم، تمام؟ العالم التاني اتعمل في 1978 من فنان كده اسمه او مش هقول اسمه حتى، يعني فاهم؟ يعني ما تشرفش ان انا اقول اسمه. الهدف بقى اللي احنا فاهمينه يعني برضه، يعني مش هقول لك اي حاجه معلش، بس الهدف برضه زي ما انت فاهم، تمام؟ التصميم كان ايه بقى الاصلي؟ كان 8 الوان، لكن بسبب مشاكل التصنيع وقتها هم بيقولوا كده اللون الوردي الفاتح ما كانش متوفر في القماش، زي ما بقول لك ايه هم بيقولوا كده. فبعد كده شال لونين وساب 6 بس، وكان تقريبا شبه علم السلام بس معكوس. طبعا انت مش محتاج اقول لك هو انتشر امتى، في التسعينات بقى واتطور بقى لغايه 2018، ومن 2018 لغايه دلوقتي ظهرت بقى نسخ كتيره بقى، انت فاهم؟ بقى نسخ كتيره لكل واحد، يعني كل واحد كده جات له فكره اللي هو انا عايز اعمل مع كلب مثلا، يلا بينا نعمل عالم جديد، فاهم؟ وكده يعني. طيب بعد ما عرفنا تاريخهم الاثنين، هو انت مش واخد بالك من حاجه؟ عالم السلام اتعمل في 1961 والعالم الثاني اتعمل في 1978، يعني بعده بحوالي 18 سنه مثلا. هل وانا بصراحه ديت فرضيه من عندي ما اعرفش، بس انا عايزك تقول معايا، تفتكر ان هم عملوها كده عشان يبقى في لخبطه فيك؟ مش بس كده، عشان كمان لما تحط ده او ده انا مش عارف افرق. كان في صوره منتشره لشخصيه يعني كانت حاطه العلم اللي هو بتاع السلام، الناس اتقلبت وبتاع وقال لك وايه ده وبتاع وكده وكده. قال لك بعد ما دورنا وركزنا وبتاع لا ده طلع العالم السلام فعلا ما طلعش التاني وبتاع، ده هي متبدله وكده، انت فاهم؟ هو عايز يوصل لك اصلا ان انت تشكك اصلا، يعني فاهم؟ يعني وانت بتحاول تبص انت اصلا لو مش مركز مش هتعرف الفرق. مش بس كده، فرضيتي بتقول برضو ان هم عايزين يربطوا لك في دماغك ان السلام هو ده، يعني انت ازاي بتفرق ما بينهم، فاهم؟ يعني عايز تتكلم عن السلام ما هو نفس التاني، فاهم؟ المشكله كمان ان انا لما سالت شات جي بي تي، وانتوا فاهمين شات جي بي تي يعني وحلاوه شات جي بي تي، ويعني بلاش نتكلم كتير، تنبا يقول لي قد ايه ان هم لا مش شبه بعض، وان هو ما كانش يقصد كده، واكيد لا، او كلامك اكيد غلط، ويعني بجد حاول تركز في اللي انت بتقوله ده وبتاع وكده، فاهم؟ فبصراحه دي وجهه نظري، يعني تحسهم عايزين يدسوا السم في العسل، فاهم؟ بس هو بالنسبه لهم مش سم، هو بالنسبه لهم عايزين يدسوا العسل في العسل، فاهم؟ كده بقى الفيديو بتاعي خلص. هل انت معايا فعلا في الكلام اللي انا بقوله، ولا حاسس ان انا يعني منغمر في الفلسفه وكده يعني، فاهم؟ يلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.